إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا الناس اللي متابعاني أنا واتفرج على الفيديو اللي قبل دوت اللي هو تنظيف السطح. أنا نظفت السطح كويس جدا والأولاد بقى يطلعوا يلعبوا عليه، فالأولاد تاني يوم كانوا نفسهم يفطروا عليه كمان. قلت مفيش مشكلة، الشمس حلوة والأولاد يقعدوا في الشمس شوية، وحضرت لهم فطار بالشكل دوت، بيض وفول وجبنه ولانشون وخس وعيش. الحمد لله ربنا يديمها نعمه علينا. وعملت كمان لنفسي كوبايه شاي وقطعت لهم طماطم وخيار، وقلنا نطلع كده نفطر في الشمسيه كده شويه، وبعد كده ننزل نشوف ورانا ايه. الاولاد مبسوطين جدا في السطح بصراحه، بس هم بيقعدوا فيه يعني نص ساعه بقعد معاهم وبعد كده بننزل على طول. لو فاضيين بقى ممكن نقعد شويه. ده اوريكم بقى الروتين بتاعنا النهارده من اول اليوم لاخره، عملنا ايه بالظبط، عشان ناس كتير كده طلبت مني ان انا اصور لهم الروتين زي ما كنت بصور زمان. بعد كده ابتديت بقى، انا كنت ناشره الهدوم الصبح كده، هو بطاطين في الشمس شويه، حتى المخدات نشرتها في الشمس. الشمس الصبح بتبقى حلوه قوي، من الساعه 9 كده للساعه 12 بتبقى الشمس في المكان ده كويسه. بعد كده لميت البطاطين، وعندي كميه غسيل غسلتها، وكمان غسيل الاولاد الصغيرين البناطيل الصغيره بغسلها على ايدي. غسلتها بالشكل دوت ونشرتها وشرابات المدارس وهدوم المدارس نشرتها على الظهر كده اهو. تعالوا بقى نشوف بينا هنعمل ايه تاني. كمان الشقه كنت مروقاها قبلها بيوم ترويق جامد جدا، وصورت لكم الروتين دوت. رحت كده ظبطت بس السراير، فغيرت الملايات، وكمان روقت كده اهوت من على الوش. وبعد كده هنخش بقى على المطبخ. انا قبلها بيوم كنت مصوره لكم روتين جامد جدا ترويق الشقه من اولها لاخرها. ده اوضه الاطفال برضو غيرت لها الملايات، ولو في اي حاجه ابقى لعب منطوره ولا اي حاجه لمتها. هنعمل غدا النهارده ايه ان شاء الله، هنعمل مع بعض ايه الاكله المفضله اللي كنت بحب اكلها عند ستي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب العالمين. الفراخ والملوخيه والسلطه والرز. كنت بشم الرز بتاع ستي دوت اول ما اخش عندها، بيبقى الرز بتاعها ريحته مميزه بصراحه. الاكله دي بالذات يعني ليها طعم تاني في قلبي، وناس كتير قوي هتطلع بتحبها، اللي هو الفراخ المحمرة والرز والملوخية وحبة السلطة. كنت أحلى أكلة بحب أكلها عندي في بيت ستي. عملت لهم بقى كده هو فرخة حلوة كده، وكمان عملت لهم حبة رز، وهنعمل كمان مع بعض الملوخية. اكتبوا لي بقى في التعليقات الأكلة ديت فعلا هي المفضلة ولا لأ. كنت مفرزة كمان الملوخية معاكم قبل كده، هو طلعت كيس ملوخية. أنا على طول بفرز الملوخية مش بشتريها كيس، أنا اللي بعملها في البيت. وليها طريقتين في العمل، لا اما بتعمليها بالمخرطه لا اما تعمليها في الخلاط، والاحسن طبعا المخرطه. فانا كده طلعت الملوخيه وهعملها معاكم. هعمل لها حته ده اسمها ايه، طشه. نجيب معلقه سمنه بلدي كده اهوت، وهننزل عليها بمعلقه كبيره ثوم مفروم، ونقلب الثوم كده لغايه ما يتحمر. وبعد كده ننزل عليه بقى بكزبره شطه فلفل، وكمان من اسرار الملوخيه عشان تدعي لي بقى معلقه سكر صغيره خالص، تخلي الملوخيه بتاعتك مسكره كده وليها طعم. واللي يدوقها يجي يرجع لك تاني يقول لك هي الملوخيه بتاعتك انت عاملاها ازاي. حطي في الملوخيه معلقه سكر صغيره خالص كده تديها طعم مسكر كده. بصوا شايفين الطشه بتاعتنا بقى لونها احمر كده من معلقه الشطه. بعد كده هنطش بقى الملوخيه بتاعتنا، وما تصوتيش وانت بتشيها، لا قولي بقى اذكري ربنا، قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اسفه جدا بقى، انا صوتي عندي برد وعندي دور كحه بقاله كتير قوي، داخل على شهر اهوت. الكحه على مش راضيه تروح بصراحه، مضايقاني جدا. عملت الطشه اهيت. اتعودي دايما وانت واقفه تعملي الاكل في المطبخ يبقى لسانك في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دي الفرخه بتاعتنا المبكبكه اللي كانت سليمه كده اهوت، المقلبظه. بس استوت زيادة عن اللزوم ففكت مني. حمرتها لهم كده بالشكل ده. ولما تيجي تحمري اي فراخ ما تستخدميش زيت كتير، وكمان وانت بتحمري الفراخ غطيها باي طبق حله، غطا حله يعني، عشان ما تطرطش زيت عليك يعني، وبيبقى خطر جدا كمان، وبيبقى سخن جدا. ودلوقتي طبعا عشان الزيت غلي، فلما تيجي تحمري حاجات معينه حمريها بزيت قليل. يعني انا لو انتوا تاخدوا بالكم انا حمرت الفراخ يا دوبك معلقتين زيت بس، يا دوبك تاخد تحميره. وبرده لما تيجي تحمري السمك او تقليه يعني، برده ما تستخدميش زيت كتير. ممكن تحمري السمك في الجريل او تشويه على الشوايه من فوق،
دي حاجات ممكن توفر معاكي في الزيت. هو اللي بياخد زيت كتير في التحمير لو هتعملي دجاج كنتاكي او هتعملي بطاطس محمره، هو هياخد زيت منك كتير. كده كمان هعمل لهم طبق سلطه كده اهوت، وهقدم معاكم الاكل. اكتبوا رايكم في التعليقات. انا زعلانه منكم بصراحه ان مفيش تعليقات كتير، على يعني قليل جدا اللي بيكتب لي تعليقات. وطلبت منكم ان انتوا عايزين يعني فيديوهات روتين ولا فيديوهات طبخ بس ووصفات. ناس قليله جدا اللي ردت عليا، فاكتبوا لي تعليقات يا جماعه، يا ريت يعني الناس اللي بتتفرج عليا تكتب لي تعليقات. احس ان في ناس متجاوبه معايا، مش بصور واشتغل من فراغ يعني في قلة قليل جدا بيتفرج على الفيديوهات، عشان كده انا بقول بصور لهم، لكن مش مشجعين خالص يعني. شجعوني يا ريت يعني. انتوا بصوا الملوخية ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. احب اقول لكم يعني الاكل دوت يعني تاكل منه ما شاء الله وتفاض كمان يعني. لو اتبقى معاكي بقى اي حاجة ما ترميهاش، ممكن تستخدميها تاني يوم. الدنيا هتمشي معاكي يعني مفيش مشكلة. وده السلطة بتاعتنا بقى. الاولاد بقى كان نفسهم حاجة حلوة على اخر اليوم كده هوت. كل يوم الاولاد يعني بيبقى نفسهم في حاجه حلوه، مش عارفه بقى اولادي بس ولا العيال كلها كده. فبحاول اعمل لهم اي حاجه احسن من الحلويات والشيبسيات والحاجات الكهزه ديت اللي هي بقت غاليه وملهاش طعم كمان. يعني لو جبت حتى كيس شيبسي ب5 جنيه تلاقيه مفهوش اساسا وملوش طعم. لا، انت ب5 جنيه جيبي دورة فشار واعمليها احسن، او جيبي كيلو ونص بطاطا واعملي للاولاد تحليه. اعملي لهم مثلا بطاطا بالبشاميل اللي بتبقى حلوه جدا. يعني حاجات انت اعمليها في البيت موفره واحسن من بره بكتير. قطعت البطاطا كده، كنت غسلها طبعا كويس جدا بالفرشه. البطاطا بتتغسل بالفرشه عشان تتخلص من اي حاجه مش نضيفه فيها. ورصصتها كده بالشكل ده حبيت اعملها لهم مختلفه شويه، وهعملها في الفرن الكهربائي. احط لها عليها كوبايه ميه. ولو انت عايز تعمليها بتخش تسويه معاكي، ممكن تعمليها على النار من فوق. هعملها معاكم ان شاء الله. انا هعمل نص الكميه دلوقتي في الفرن، عشان انا كنت جايبه اخري وخلاص وفصلت شحن ومش قادره اقف ولا اعمل حاجه تاني، فدخلتها الفرن وريحت دماغي. تاني يوم هعمل الكميه ديت بقى، احطها في حله كده اهوت واحطها على النار من فوق واسلقها، وهرسها لهم بقى بالسمنه والسكر، بتبقى حلوه جدا. حط لها بقى كوبايه ميه او كوبايه ونص ميه كده اهوت لو انت هتدخليها الفرن. حطها كده بالشكل دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولما تطلع وراها لكم. وابني الصغير بقى قعد يزن عليا، يا ماما عايز فشار، يا ماما عايز فشار. قلت له مفيش فشار كتير، قلت اعملهم له وخلاص. اكبر بخاطره. اكبري بخاطر اولادك، ولو باي حاجه صغيره ربنا يكبر بخاطرك. فحطيتهم له كده، هما بتاع 100 جرام، حطيتهم له كده في حله. وسبتهم. في ناس بقى بتحب تعمله بالكراميل، في ناس بتحب تعمله بالشوكولاته بالعسل. انا الملح يعني حلو يعني وسهل وسريع، لو انت تعبانه ممكن تعمليه بالملح على طول. حطيت لهم كده هوت في صينيه كبيره، وحطيت لهم حبه ملح واديتهم له، وقلت له بطل زن بقى وما تطلبش مني اي حاجه تاني. ودي البطاطا بتاعتنا استوت. انا نقيت المحمر، بصراحه بحب المحروق في البطاطا كده هوت. وكلته. البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ان شاء الله اشوف لكم القيمه الغذائيه بتاعتها ايه بالظبط واقول لكم في الفيديوهات. قدمتها للاولاد بقى، في حبوا يهرسوها ويحط عليها سمنه وسكر. قلت له مع نفسك بقى، ابني الكبير بيحب يهرسها ويحط عليها سمنه وسكر. قلت له اعمل لنفسك بقى، انا تعبت وفصلت شحن. خلصت كده هوت البطاطا، وخلصت كمان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو روتين النهارده يكتبوا لي في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.